لو عندك محل وعايز ترخصه وحابب تعرف ايه هي الاجراءات والاوراق والمستندات المطلوبه عشان ترخص المحل دهوت، تابع معايا الفيديو للاخر. حضرتك عندك محل وعايز تجري في اجراءات ترخيصه عشان ما تقعش تحت طائله القانون. لازم في مستندات مطلوبه منك تكون متوفره وانت رايح تقدم على الترخيص. اول حاجه وهي صوره البطاقه الشخصيه للشخص صاحب المحل او اللي هينكتب باسمه المحل. تاني حاجة عقد الملكية أو عقد إيجار، ولازم يكون عقد الإيجار دهوت عليه إثبات تاريخ من الشهر العقاري، وخد بالك إنه ما تقلش مدة عقد الإيجار عن سنة. تالت حاجة وهي لو حضرتك أنت كصاحب النشاط اللي هتمارس الإجراءات دهيت مفيش مشكلة. لو هتخلي أي حد هو اللي يمارس الإجراءات دهيت لازم يكون في توكيل من حضرتك عشان محامي أو عشان أنت عامل له التوكيل اللي هو يتولى عنك إجراءات الترخيص. رابع حاجة وهي تراخيص البناء بتاع المبنى اللي كائن فيها المحل اللي أنت بترخصه. طيب ما فيش رخصة يبقى في الحالة دهية بتعمل طلب تصالح في مجلس المدينة وبرضه بتمشي بموجب طلب التصالح. طب ما فيش يبقى بتطلع مستخرج من الضرائب العقارية بالمبنى الكائن فيه المحل. خامس حاجة طبعا لازم يكون معاك سجل تجاري بالنشاط وبطاقة ضريبية بالنشاط، ودول بتعملهم عند حضرتك في الضرائب العامة. سابع حاجة وهي لازم يكون معاك تقرير اسمه تقرير السلامة الإنشائية، ولازم يكون التقرير دهوت صادر من مكتب هندسي معتمد من النقابة، مش أي مهندس والسلام، لا لازم يكون المهندس اللي يعمل لك تقرير السلامة دهوت معتمد من نقابة المهندسين. تامن حاجة وهي حضرتك هيبقى لازم معاك رسم كروك للموقع ورسم هندسي للمحل بتاعك اللي انت بترخصه. اخيرا لازم يكون في شهادة صحية معاك، ودي خاصة لما يكون النشاط بتاعك محل فيه اغذية او محل للاكل زي مثلا فول وطعمية او خلافه. في الحالة دهيت لازم يكون معاك شهادة صحية. بتاخد الاوراق ديت حضرتك وبتتوجه الى مجلس المدينه قسم التراخيص وهم بيبداوا يرخصوا لك المحل بتاعك. ويا رب يجعلها فتحه خير على الجميع، واوعوا تنسوني من الدعاء بتاعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.